السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورجعنا في فيديو جديد. النهاردة هنعمل المخلل ده، القمر ده اللي هو اتخلل في ساعتين اتنين. غلينا مية حطيناها على النار وهنشوف مع بعض هنعمل ايه. وبصوا الخيار، بصوا اتخلل. بصوا انا عايزة ادوق معاكم برضو اهو. بصوا سامعين القرمشة؟ الله، والطعم والريحة وخيار بيتي جميل معمول على ايدك. وساعتين اتنين الخيار اتخلل. بصوا بقى اللون. تعالوا نشوف مع بعض. يلا عملنا ازاي. يلا نقول بسم الله ونبدأ مع بعض الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يلا بينا نعمل الخيار الجميل ده. فهنقول بسم الله. هنجيب مية رتل او رتل ونص ميه، رتلين كده. انا عامله كيلو خيار واحد، فهنحط له نص معلقه كركم، تمام، ورقتين لورا، فصين توم، تمام. المحلول ده هنحطه على النار يغلي، تمام. عبال ما نقطع الخيار يكون الميه غليت، هنسقط فيها الخيار وهي بتغلي، لازم وهي بتغلي، تمام. دول معلقتين ملح، تمام كده. هنحط المحلول ده على النار. عبال ما المحلول يغلي هنكون قطعنا الخيار والفلفل. وده الخيار السريع اللي احنا هنعمله. بصوا هنقطع الحتتين دول، ونقطع بقى الخيار بورب كده، حتت مش رفيعه يعني. بصوا تمام. هنقطع الخيار كله بالشكل ده. ودايما نجيب الخيار هنقطع اهو كل الكميه. الخيار الوسط، ولا الرفيع قوي ولا الكبير قوي، يعني الوسط حلو. حتى في الاكل الوسط ده بيبقى جميل. الخيار ده يا جماعه ساعتين اتنين بتعملي الاكل. طبعا انت بتجهزي مثلا، بتعمليه وبتجهزي اكلك، عبال ما تعملي الغدا تاكلي منه على طول. الميه بس بتاعته هتبرد وهناكل منه على طول. هو الميه بتغلي على النار. انا عامله دول كام قرن فلفل بقى. هنقطعهم برضو، هنحطهم معايا. اللي مش بيحب سبايسي يحط فلفل رومي عادي، فلفل في فلفل بارد كده شويه اللي هو الكبير ده، انما ده حراق. اللي بيحب الشطه، اللي ما بيحبش الشطه يحط قرن واحد، انما احنا بالنسبه لنا بنحب الشطه. الفلفل ده بقى بيشرب من طعم الخيار، والخيار بياخد من الفلفل طبعا، يبقى مشطشط وتبقى مخلل جميل وسريع. جالك ضيوف على سهوه وما عندكيش مخللات، هتعمليه وتسيبيه يبرد. قبل ما تعملي الغدا هتاكلي منه على طول، ومش هيصدقوا ان انت عاملاه في نفس اليوم. والطعم طبعا خرافه. احنا هنسابق يا جماعه مع محلات الترشي. كل حاجه اعمليها في بيتك بتبقى اطعم وانضف، وبتاكلي حاجه نظيفه من ايدك، غسلها كويس، معقمه البطرمان كويس، فبالتالي بتبقى الحاجه نظيفه وانت عارفه مصدرها. بس اهو كده. ما الميه تغلي، انا حاطه الميه على النار. اول ما الميه تغلي هجيبها واشوف هنعمل ايه بعد كده. الميه غليت، احنا بقى هنحط معلقه سكر كده كبيره، دي عشان القرمشه، علشان المخلل يفضل مقرمش. معلقه السكر دي، تمام. ونحط كمان الخل، مرضتش اغليه على النار يعني، فهنحط كمان معلقه خل، معلقه واحده.
الخل هيسويه بسرعه، والسكر هيخلي الخيار مخلي لاخر خيارايه. ومش عايزين الميه تبرد. بصوا الميه هي كده منزلاها من على النار بتغلي، هنفضي فيها الخيار. خلاص نزل الخيار كده، شايفين لونه اتغير في ساعتها، والكركم مخلي الميه صفرا لونه فظيع. وهنحط الفلفل برضو بس كده. هنغطي بقى الحوار ده كله. خلاص كده 100 100، والطعم هيبقى تحفه ان شاء الله. بس خلاص كده هنغطيها ونسيبها لما تبرد خالص. ولما تبرد هنعبيها في العلبه بقى اللي احنا هنشيله فيها او البطرمان. يلا لما يبرد هوريهولكوا برضو واحنا بندوقه. هي طالما خلاص طالما الميه بردت المخلل اتخلل خلاص، فاهمين؟ يعني احنا كده هنسيبه لما الميه تبرد، هبقى كده الخيار اتخلل. لما تبرد برضو هوريها لكم وندوق مع بعض، وهسمعكم القرمشه بتاعت الخيار. والخيار كده اتعمل وعملتي احلى مخلل في ثواني وبسرعه. يا دوبك عبال ما قطعتي الخيار الميه غليت حطيتهم كده الخيار اتخلل تمام. يلا هوريكم بقى لما الميه تبرد ان شاء الله. بصوا الخيار بعد ما برد خالص خالص اهو، بصوا اتخلل وبقى خيار مخلل. بصوا شكله، بصوا طعمه، تحفه. الخيار كده اتعمل، هنعبيه بقى في العلبه، بطرمان، علبه اللي عندك. بصراحه خيار اتخلل عبال ما الميه بردت، يعني اخد ساعتين بس واتخلل. عايزه تعمليه على الفطار وعبال ما الغدا يجهز وتعمليه وكده هيبقى اتخلل برضو. اهو الخيار كمل والميه دي زادت مش مشكله. شايفين شكل الخيار؟ بسم الله ما شاء الله، جميل جميل جميل. والف هنا وشفا، يا رب تجربوه وتدعوا لي بقى وتقولوا الوصفه طلعت زي ما هي قالت بالظبط. بصراحه حلو وريحته جميله، ورق اللورا وكركم طبعا فيه فوائد للبشره جميله وللجسم. وايه تاني حطينا؟ توم، بس طبعا فصين التوم صحيح. وحطينا السكر عشان القرمشه يفضل مقرمش لغايه اخر واحده، ولو عملته كميه برضو يبقى كويس. انما احنا عملنا الجزء ده ده كيلو خيار تمام. وهغطيه بقى وهحطه في التلاجة وناكل منه. او لو عايزه هتاكلي منه اليومين دول سيبيه على الرخامه عادي، مش هيجرى له اي حاجه. احنا غاليين الميه معقمينها وحاطين خل وسكر، ده مواد حافظه. وكمان خلاص كده الخيار كده العلبه دي اخدت كيلو خيار. لو عندكم اكتر بقى حطوا في بطرمان، حطوا في علبه اكبر. يلا اشوفكم في فيديو جديد، ويا رب الفيديو يكون عجبكم. والخيار طلع جميل ويتخلل في ساعتين 2 عبال ما الميه بردت كان هو اتخلل. والفلفل برضو زي ما انتم شايفين شكله، بس انا مش قادره ادوقه طبعا، فلفل حراق. وطعم الخيار اخد من الفلفل كده مشطشط شويه، حلو جدا. والف هنا وشفا، واشوفكم في فيديو جديد. وما تنسوش اللايك والاشتراك وشير بقى لاصحابكم وكده. واشوفكم في فيديو جديد، ويا رب القناه تكبر بيكم حبايبي وبحبكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.